ما خطفنيش. البنت طلعت بنفسها وبرأت شاب ميت عاصم بمحافظة القليوبية. طلعت وقالت بوضوح إن الشاب إسلام ما خطفهاش خالص، وإنها هي اللي راحت له بإرادتها الكاملة، وقالت بالحرف إنها بتحبه وهو كمان بيحبها. وده نفي صريح لكل الروايات اللي كانت مولعة الموضوع من الأول. القضية اللي بدأت باتهام خطف انتهت بمشهد صادم جدا. الشاب اللي اتعرض لاعتداء جماعي قدام الناس، واتضرب واتهان واتصور في الشارع وهو لابس بدلة رقص نسائية، في واقعة خلت ناس كتير تغضب وتسأل ايه اللي حصل بجد ورا الكواليس، وايه اللي حصل يوصل ناس انهم يعملوا كده في شاب او في راجل عموما. وفي تطور مهم، محامي أسرة البنت أعلن انسحابه رسميا من القضية، وقال إنه في البداية كان مقتنع إن في واقعة خطف فعلا حسب كلام الأسرة، لكن بعد ما الحقيقة بدأت تبان والروايات اختلفت قرر إنه يتنحى وقال جملة واضحة: أنا ما بدافعش إلا عن الحق. دلوقتي مفيش ترند في مصر إلا وبيتكلم عن إسلام اللي لبسوه بدلة الرأس ومشيوا بيه في الشارع، منتهى الذل والإهانة. الواقعة حصلت من يومين، لكن أنا ما حبيتش أتكلم عن الموضوع لأن الهري والكلام كتير جدا وكل الناس اتشدت للترند بدون ما تعرف تفاصيله. اللي حصل باختصار إن في بنت كانت بتحب إسلام وإسلام كان بيحبها. البنت كان مفروض فرحها يوم الجمعة، لكن من يوم التلات اللي فات البنت اختفت وموبايلها اتقفل. أهل البنت اتجننوا عليها، خصوصا يوم الفرح لما لقوها مش موجودة. يوم الجمعة الصبح الباب بيخبط على أهل البنت، لقوا البنت رجعت واللي وصلها كان أخت إسلام وأخوه. يعني ال3 أيام اللي البنت كانت فيها مش موجودة كانت عند إسلام وأهله. ولسه لازم نفهم ليه الطرف التاني خد القرار ده، سواء ده كان صح أو غلط. أهل البنت قالوا إنها بنت بنوت، بمعنى إنها بنت محترمة ومحدش يحق له إن هو يهينها. لكن لما البنت رجعت لأهلها قالت لهم إسلام خطفني، وده كان بداية المشكلة الكبيرة. المشهد اللي حصل بعد كده كان صادم جدا. أهل البنت راحوا خدوا إسلام من وسط أهله بالقوة، اتعرض للضرب والإهانة ولبسوه بدلة رأس ولفوا بيه في الشارع قدام الناس كلها. بعض الناس قالت إن ممكن يكون اتعاطى مخدر علشان يطيعهم ويعمل كل اللي هم عايزينه، لأنه كان مستسلم جدا. أما جد البنت أكد إن إسلام عمل ده قبل كده مع بنات تانيين وخد فلوس منهم، ده كلامه الشخصي وبيعلن على إنه على مسؤوليته. جد البنت أكد إن إسلام عمل ده قبل كده مع بنات تانيين وإنه خد فلوس منهم، وده كلامه الشخصي اللي على مسؤوليته الشخصية. الفيديوهات اللي اتصورت بتوضح كل شيء من الضرب والإهانة واللبس اتعمل للشاب. الفيديوهات اللي اتصورت بتوضح كل شيء من ضرب وإهانة واللبس اللي اتعمل للشاب. أهل القرية كانوا غضبانين جدا، بس بعد شوية ظهر تصريح تاني. البنت قالت إنها راحت بإرادتها وإنها كانت مرتبطة بإسلام وإن مفيش أي خطف من أساسه. حتى محامي أسرة البنت انسحب وقال إنه مش هيدافع عن القصة دي لأنه اتضح إن البنت راحت بمزاجها. العمدة كمان اتدخل وقال إنه ضرب الشاب بالقلم قدام الناس علشان يقدر يسيطر على الموقف ويوقف الإهانة، وبعدها اتصل بالشرطة. لكن ده عمل جدل كبير جدا، خصوصا بعد ما تم إعفائه من منصبه. العمدة صرح إنه ضرب الشاب قلمين على حد وصفه، وقال إنه كان بيحاول يهدي الموقف بسرعة ويمنع الموضوع إنه يكبر أكتر. ما هو برضه تصرفه مش مريح خالص. يعني انت شايف الراجل متهان ومذلول بالشكل ده تقوم تكمل عليه وتضربه؟ ده ايه الهبل ده؟ الشرطة قبضت على عدد من الناس اللي كانوا ظاهرين في الفيديو، ومن ضمنهم ستات كانوا فرحانين او بيشجعوا اهل البنت على التصرفات اللي حصلت. التحقيقات لسه شغالة، والتهم اللي متقدمة اعتداء واحتجاز وتشهير وانتهاك كرامة انسانية، وما خفي كان اعظم. اللي واضح ان الموضوع معقد جدا. في شاب اتعرض لإهانة ما ينفعش تحصل لأي حد، وفي نفس الوقت في تصرفات غلط حصلت من أكتر من طرف، سواء من أهل البنت أو من الشاب نفسه. الحكم الحقيقي هيقوله القانون مش السوشيال ميديا، وده ما يمنعش إن البلد اللي يحصل فيها المنظر ده ناسها معدومة الرجولة والنخوة. البلد اللي تقف تتفرج على الموقف ده وتسمح بهجوم على بيت والتعدي على اللي فيه ستات وأطفال وياخدوا شاب من وسط أهله ويعملوا فيه كده مهما كان غلطان، ناس معدومة الشرف والكرامة والمروءة، كبير وصغير. الحق في الواقعة دي مش حق شخص اتهان أبدا، ده صدمة وفقدان نطق وأسرار بشعة. محامي إسلام فجر مفاجآت وقال إن اللي حصل أكبر من مجرد بدلة رأس، وطالب بعرض الشاب على الطب الشرعي لكشف الكوارث. وقال الجناه جردوه من ملابسه تماما في بيته قبل زفة العرض دي لوجود شكوك قوية حول تعرضه لاعتداءات جنسية بشعة أثناء احتجازه جوه بيت العيلة.
وده اللي فسر حالة الاستسلام والصدمة اللي ظهرت عليه في الفيديو. وقال كمان إنه في حالة صدمة عصبية شديدة أفقدته القدرة على الكلام بعد ما تعرض لتنكيل لا يتحمله بشر. المتهمين ال9 اللي تم القبض عليهم مش ناس متفرقة، ده كله كتلة واحدة من الإجرام، شغالين مع بعض كأنهم فريق لإهانة وتدمير حياة شخص. المشاركين كانوا أم البنت وجدتها وإخوالها، كلهم اتفقوا واشتغلوا سوا على تدمير مستقبل شاب معروف في قريته بالأخلاق العالية، وكل اللي حواليه بيشهدوا له بكده. الجريمة اللي ارتكبوها كانت أكتر من مجرد غلط، مش بس حاولوا يشوهوا سمعته بغسيل عار مزعوم، لكن كمان ارتكبوا جرائم خطف وتعذيب وهتك عرض وتشويه للسمعة. الموضوع مش بسيط ولا ينفع يتقارن بحاجة، ده فخ غادر استغلوا فيه أخلاقه وشهامته ولعبوا بيه قدام الناس كأنهم بيذبحوا كرامته في الشارع. قبل ما القانون يطلع حكمه، العدالة دلوقتي في إيد القضاء، وكل الناس قاعدة مستنية القصاص العادل من ال9 مجرمين دول اللي ما كانش عندهم أي شعور بالرحمة. حق إسلام لازم يرجع له، والطب الشرعي هيفضح كل اللي عملوه ورا الأبواب المغلقة وهيكشف الحقيقة كلها. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. ما أقدرش أقول إن الحكاية عجبتني لأنها حكاية صعبة قوي وأي مشاعر إنسانية ما تتحملهاش. هستنى تعليقاتكم وهقراها كلها، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.